السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دحوم من قناة دحوم. شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، بشرونا عنكم. طبعا غيرت صورة القناة، وش رايكم بالصورة؟ قيموا صورة القناة الجديدة. طبعا اليوم ان شاء الله عندنا فلوج في وورلد بوك فير 2025 in نيو دلهي، معرض الكتاب العالمي في نيو دلهي. طبعا اليوم التاسع 9 فبراير. طبعا اليوم اخر يوم، كانت الان تقريبا الساعة يعني على 5:15. طبعا الان يعني كان العصر او الظهر، بعد الظهر لين العصر كان زحمه مره. فانا حبيت اني اصور لكم الفلوج هذا عشان يعني قبل لا ينتهي المعرض. الان الزحمه خفت شوي، لكن الان بوريكم المعرض. راح اغطيكم المعرض، يعني راح اركز على تغطيه المعرض بشكل اكثر من اني اركز على الاشياء اللي قاعد يعني اسويها في المعرض. فحبيت اني اشارككم المعرض هذا زي ما تشوفون ان شاء الله. خلوكم معنا. طبعا زي ما تشوفون هذه الدخله على المعرض، في اكثر من بوابه، والمعرض مره كبير الصراحه. طبعا يا جماعه هذه زي ما تشوفون هذه الدول المشاركه. هذه الدول المشاركه العالميه، في منها السعوديه والامارات وبريطانيا وعده اكثر من دوله. فحاطين اعلامهم هنا تقريبا زي ما تشوفون. هنا حاطين علم السعوديه. راح اوريكم الجناح تقريبا. وضيف الشرف هذه السنه هي روسيا. طبعا روسيا سوت لنا فعاليات، برامج كيفيه تعلم اللغه الروسيه، وكتب لتعليم اللغه الروسيه. وايضا سوت برامج غنائيه وما ادري ايش، كانت امام البوث الخاص فينا، يعني اللي هو البوث السعودي. فانا كنت منظم في البوث السعودي، فراح اوريكم، او في الجناح السعودي. راح اوريكم ان شاء الله الجناح الان. طبعا يا جماعه انا كنت منظم في الجناح السعودي، فراح اوريكم ان شاء الله. الان تقريبا بيصير الساعه 6، فراح يقفلون يعني. بعض الناس بدات يعني تدخل الكتب وكذا، لكن انا بوريكم المكتبه الان. طبعا في عده اجنحه تبيع كتب، ويعني في كتب للبيع من عده دار نشر، يعني في داخل الهند وخارج الهند. فزي ما تشوفون هنا الناس يبيعون كتب، وفي كتب للاطفال، وكتب تعليم اللغه الانجليزيه، وكتب تعليم اللغه الارديه، وفي كتب اسلاميه، وفي كتب خاصه بثقافتهم، خاصه بالاشياء اللي لهم. زي ما تشوفون في كتب يعني ما تشوف كتب للاطفال وقصص، وفي بعض الاحيان يكون في تلوين وفي زي كذا وفي هدايا. فهذه الكتب زي ما تشوفون، في عده كتب هنا والناس قاعده تشتري. فالجناح يعني الصراحه المعرض بشكل عام مره كبير صراحه. في اشياء كثيره، يعني ما راح نقدر نغطي كل شيء. يعني لو بنشوف ما راح نقدر نغطي كل شيء. شوفوا كيف عدة الكتب. يعني في عدة من دار نشر يسوي، يعني عندهم كتب للأطفال، وعندهم كتب للتعليم، وعندهم كتب ثقافية، وكتب روايات وقصص، يعني أشياء كثيرة. هذا الكتاب بالذات أنا شفته منتشر، يعني ما الصراحة ما أدري وش يتكلم عنه. فزي ما تشوفون هذه في كتب أشياء خاصة فيهم حتى باللغة الهندية، تخيلوا. شوفوا يقول لك ذا وورلد أفتر غازي تقريبا. شوفوا فهذا هو المكان. طيب يا جماعة خليني أوريكم الأجنحة اللي خاصة بالانترناشونال، يعني الدول المشاركة من خارج الهند. فبوريكم وبعدها بحاول أغطيكم الأشياء الثانية يعني بشكل سريع مختصر عشان تشوفون المعرض. طبعا يا جماعة للأسف هنا ما لقيت أحد يضبط المرزام زين يعني في الهند. في مغاسل كثيرة وحتى تعتبر غالية، تخيلوا يغسل الثوب وما أدري إيش ب 700 روبية، ما يقارب 30 ريال 25 ريال، جدا غالي. لكن حتى دورت اني اشوف مغسله تسوي المرزام ذا، الصراحه ما لقيت، لكن عوافي. فخلونا نمشي نغطي لكم المعرض ونوريكم الاشياء الموجوده. الان بنروح للاجنحه الانترناشونال. شوفوا there is more. شوفوا واو. طبعا يا جماعه هنا زي ما تشوفون اللون البنفسجي هو خاص بالانترناشونال. زي ما تشوفون 1 فبراير وورلد بوك فير في نيو دلهي. زي ما تشوفون هذا هو الجناح التركي.
الجناح التركي يعني عنده عرض للكتب، وفي ناس تجلس هنا. وكان في كرسيين قبل، ناس تجي تتكلم ويشرحون وكذا. وهذه الكتب التركية الآن تقريبا قاعدين يسكرون، يعني زي ما تشوفون ناس قاعدة تقفل. هذا هو تركيا، فخلاص يبون يرتبون الكتب ويقفلون لأنه خلاص الناس بدأت تمشي. وطبعا هنا الجناح الروسي، روسيا كانت في هذا الوقت ضيف شرف، كانوا يسوون هنا برامج لتعليم اللغة الروسية يوميا، ويسوون مناقشات وزي كذا. فزي ما تشوفون هذا الرجال التركي الآن حتى بتركيا بدأت تتقفل تقريبا، حتى للأسف دخلوا كتبهم. هذا هو الجناح الروسي زي ما تشوفون ما شاء الله. وهنا جناح الشارقة، هذا تركيا لكن هنا الشارقة زي ما تشوفون. هذا هو جناح الشارقة، هنا علم الإمارات زي ما تشوفون بالضبط. هذا هو علم الإمارات الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة. فهذه مشاركة دولة الإمارات في الشارقة. وهنا مجلس حكماء المسلمين، طبعا هذه الجهة تابعة لدولة الإمارات أبو ظبي تقريبا. مجلس حكماء المسلمين زي ما تشوفون. هذه الكتب طبعا أغلبها كتب إسلامية تتكلم عن الإسلام باللغة الهندية، وبعد باللغة الأردية، في بعد بكتب باللغة العربية. هذه من أبو ظبي مجلس حكماء المسلمين. وطبعا هناك في اللي هو مركز المجتمعات لأبو ظبي. وهنا جناح المملكة العربية السعودية. طبعا الآن تقريبا قفلوا الكتب، دخلوا الكتب وبعدين قفل، لكن أبى أوريكم. هذا هو الجناح، هنا زي ما تشوفون الشاشة. كانت بمشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، في أيضا مكتبة الملك فهد الوطنية. زي ما تشوفون هنا في المطبوعات القديمة هنا. هذا هو زي ما تشوفون هنا بعد، زي ما تشوفون هنا بعد. فكان في بعض الكتب لكن الآن الصراحة قفلوا. زي هذه ما تشوفون. هذا هو الجناح السعودي، احنا كنا منظمين في الجناح السعودي. هلو طه، هاو ار يو طه؟ جود. يا هذا هو هيئة الأدب والنشر والترجمة. فكنا عندنا مبادرة ترجم، الناس يقدرون يسجلون عند النشار أو دار النشر وزي كذا، يقدرون يسجلون وننشر كتبهم بالسعودية باللغة العربية، من أي لغة إلى اللغة العربية. المملكة العربية السعودية. هنا العود زي ما تشوفون، هذا هو الدرع مال مكتبة الملك فهد البترول العادي. وكان في كتب هنا لكن خلاص الآن انتهى الوقت فرجعنا كل الكتب. زي ما تشوفون كان كتب فقط للعرض في العام هذا. من هيئة الأدب والنشر والترجمة، مبادرة ترجم، مجمع الملك سلمان العالمي. من الشباب عندهم القهوة. بينما انه انت تجد نفسك في مكان اخر تجيد اكثر، وبالتالي كيف تعرف طبعا هذا جناح مركز المجتمعات تابع لأبو ظبي. هنا عندهم كتب باللغة الهندية. كان في كتب لغة بالإنجليزية لكن للأسف هي انتهت. هذه ستاربكس ما عليكم منها. وهذا الكتب الموجودة تقريبا أغلب الكتب خلصت. مركز أبو ظبي للغة العربية، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.
25 5 مايو ابريل 26 الى ابريل 26. طبعا هنا يبيعون بعض الكتب من الامارات زي ما تشوفون، حمدان والنحلة. فهنا في بعض الكتب، هنا في الشيخ زايد الله يرحمه، فهذه بعض الكتب هنا. طبعا هنا في شيء خاص بثقافتهم زي كذا، وهنا بعد فهنا عندهم أشياء فقاعة خاصة بدينهم، فما علينا. نشوف هنا بعد في بعض الكتب Our Library. فخلنا نشوف الأجنحة الثانية بعد. طبعا يا جماعة هذا هو الجناح الإيراني، عندهم قرآن، عندهم بعض الأشياء زي ما تشوفون هنا، عندهم بعض في قرآن. تشوفون هذا الخاص بإيران، Books from إيران. جمهورية إسلامية إيران. نشوف، فطبعا في أشياء أكثر خلينا نصور لكم. आप उसमें देखिए और طبعا في اجتماعات قاعد تصير، तो आपको जो जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं ना उसमें समस्या आई। هنا بعض الكتب الموجودة. طبعا يا جماعة الجميل في الموضوع هنا في غرف فاضية للصلاة، الناس تقدر تجي تصلي وتاكل، تحط سجادتك وتاكل هنا او انك تصلي يعني. ففي غرف كثيرة، بوريكم حتى الغرفة الثانية كنا نصلي فيها الحمد لله. ابى اوريكم، شوف هذا بالاردو عالمي واردو كونفرنس. فهنا في كتب كثيرة إسلامية وبالاردو بعد، شفتوا زي كذا. فخليني اوريكم المصلى الثاني هنا بعد موجود. هنا المصلى الثاني الناس تقدر تجي تصلي هنا، نقدر فينا في وقت الصلاة الناس يجون يصلون الحمد لله. وهنا في بعد كتب إسلامية تفسير وكذا باللغة الأردية واللغة الهندية، بعد تفسير القرآن وغيره كثير يعني، عرفتوا. فهذا في كتب خاصة للهند وزي كذا يعني. هنا بعد في كتب إسلامية خطابات. هنا بعد في شوف حتى في تفسير القرآن ترى عندهم باللغة الهندية واللغة الأردية بعد، معروف انكم تشوفوها هذيك زي كذا. يعني عندهم شيء هنا اجتماع صاير، ماني عارف بالضبط. هنا في الكتب الإسلامية خاصة بالإسلام، رمضان، زي الدفتر تكتب فيها العناوين زي كذا، فجر،
ظهور أسئلة يعني صليت ولا ما صليت وكذا يعني. شجعك يعني. نشوف خلاص بدأوا يحطون الكتب زي كذا. هنا في بعد أشياء عربية، فلسفة، صنف أخلاقيات، سياسيات، سوشيال ميديا تشوفون هناك. نفسيات، فلسفة يعني. حتى هنا طبعا يا جماعة هذا مركز إسلامي عنده يعني أشياء خاصة بالإسلام وكذا، في سورة ياسين وفي يعني أشياء كثير. احنا شرينا منهم قرآن. زي ما تشوفون هنا في قرآن بخط العثماني، في قرآن بالخط الهندي. طيب خلنا أوريكم بعد شوي الفرق. نشوفوا هذه كلها في قرآن مع التجويد وكذا. في مصاحف صغيرة يعني زي ما تشوفون هنا ما شاء الله، في كثير مصاحف يعني. شوفوا هذا بعد الأحمر تشوفون ما شاء الله. هذا خلينا نثبت الجوال ونوريكم بعد. طبعا يا جماعة هذا مصحف زي ما تشوفون المصحف الأحمر جاي زي كذا تقريبا، وهذا بالخط الهندي تقريبا يعني، فيجيك مع البوكس وكذا. هذا البوكس اللي يجي معه. طبعا هذه سعرها 1000 روبية يعني تقريبا 45 ريال. طبعا يا جماعة هذا المصحف بالخط العثماني، وعندكم هذا مصحف بالخط العثماني، ويجيكم المصحف الثاني بالخط الهندي أو المنتشر في الهند يعني. أنا أوريكم كيف الفرق. شوفوا كيف الخط تقدرون تقرونها، بس الخط العثماني تحسوا أريح لنا لأن احنا متعودين يعني. فهذا موقعهم يمديكم تزورونهم، تقدرون تاخذون سكان وتزورون موقعهم يعني. وهذا موقع إلكتروني، واللي ودهم واللي في الهند وده يشتري أنصحكم إنكم تشترون من هنا صراحة يستاهلون يعني. وعندهم موقع في نويدا وزي كذا، فبوريكم إن شاء الله. شوف عندهم كتب، هذا عن فلسطين يعني كتب كثيرة مرة بالإنجليزي وبالعربي وبالأردو بعد تقريبا. إسلامي، تعليمي، في تعليم بالأردو تقريبا مع قواعد، وفي إنجليزي. فهذا هو. فأي واحد هنا أنصحكم تجون المكان هذا، وبوريكم موقعهم يعني. عندهم موقع خارج معرض الكتاب، بوريكم موقعهم موقع إلكتروني. حياكم الله كلكم، تعالوا عندهم. طبعا يا جماعة أعطونا هذا الكتالوج زي ما تشوفون، فيه العنوان تواصل وفي الإسكان بعد. أنصحكم تجون عندهم تتواصلوا معهم على الأرقام أو موقع إلكتروني أو الإيميل أو الآدرس يعني. عندهم موقع في نويدا. حياكم الله جميعا عندهم. فهذا كتالوج أعطاني إياه زي ما تشوفون ما شاء الله. هذه الأشياء كلها عندهم موجودة، أنصحكم تجونهم يعني. اللي موجود في دلهي أو وده يطلب حياكم الله. هذه كل الأشياء عندهم ما شاء الله ما تشوفون. فهذا عنوانهم، يمديكم تصورون الشاشة. هذا مو بإعلان ولا شيء، هذا دعم مني لهم، وصراحة يستاهلون والناس تستفيد وتستفيد، وأهم شيء دعواتكم لنا. ففي هذه صورة ياسين خلينها صممينها زي ما شاء الله زي الكعبة زي ما تشوفون. وسعرها 140 روبية يعني حوالي 6 ريال 6 ريال ونص. وبعد في هذا دار النشر بعد عندهم أشياء إسلامية هنا زي ما تشوفون. يقدر تاخذون تبغوا تزورونهم بالباركود. وهنا في الصلاة، وعند الحنفية في ضوء السنة النبوية. تقريبا هي المذهب الحنفي على ما أعتقد الأنعام. هذا هو بالضبط.
إسلامية. ففي أجنحة كثيرة خاصة بالإسلام، خاصة بالإسلام، بالأردو وبالهندي بعضها بالعربي بعد. هذا عن الحجاب. وهنا بعد هذا في أحد الندوات تصير هنا بعد، في منها يعني أكثر من 2 تقريبا، تصير فيها ندوات اجتماعات وعلى مواضيع معينة ويتم تصويرها يعني ونشرها في الإعلام. وفي هنا الأشياء الخاصة فيهم. هنا في دورة مياه في أكثر من يعني على كل تقريبا جيت أو باب يكون يحطون دورة مياه للنساء وللرجال. وهذه كتب. شوف الكتب اللي هنا تقريبا غريبة كذا، جاية باللغة الهندية زي الروايات والقصص، كلها بالهندي يا جماعة، عجيبين نتعلم. طبعا يا جماعة في هذا كوفي يبيع بعض الكوفيهات، هذه بريستا معروف بالهند، وعندهم زي ما تشوفون هذه الأسعار. في صابوي بعد، هذا عندهم جايين كذا فرع يعني مدة 9 أيام بس. فهذه بريستا زي ما تشوفون. وهذا الصابوي، وهنا بعد قاعد يبيعون. وهنا تقريبا في زي الندوة هنا. रसायन शास्त्र की अनुकंपा में विश्वास रखी नर्म هذا قاعد يقرأ كتاب किन كذا. बड़े आराम से उसके छलांग लगा सकोगे चारों पंचों से। अपनी आत्मा मुझे बेच दो। هنا في زي الصينية، الصراحة ما أدري وش ذا. شوفون الأشياء الخاصة عندهم. الأشياء اللي عندهم وهنا في كذا زي المعارض أو عرض الكتب، في لقاءات تصير. هذه شوي أكبر تشوفون ما شاء الله. الناس قاعد يتصور. هنا تصير ندوات. طبعا هنا يا جماعة يبيعون بيتزا هات، هنا في توست، وفي هنا كبابي ما ادري ايش اسمها ذي، اشياء هندية. وزي ما تشوفون هنا قاعد يبيع تذاكر، الناس قاعد تشتري، الناس هنا قاعد تاكل. وطبعا يا جماعة هذا جناح أمازون، يمديك تجي هنا وتشوف الكتب، حتى تبحث عنها في أمازون على حسب الكتب. فهذه جناح أمازون. وكنا في هذا المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء اول باول، ينزل لكم اشعار اني نزلت المقطع. اكتبوا لنا تعليقكم عن المقطع، كيف كان المقطع حلو. ان شاء الله حستمر انزل مقاطع، لكن لا تنسون دعمكم. اكتبوا لنا في الكومنتات بعد ايش تبوني انزل في الحلقات الجايه. كان معكم دحوم من قناه دحوم بلينج، ان شاء الله اشوفكم على خير. خلوكم معنا في قناه دحوم بلينج، نراكم على خير وفي امان الله. You're